السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على حبيب الله. اليوم أنا جيت وجبت لكم طبق تقليدي اللي هو شخشوخة الصفر، يعني طبق جزائري أصلي. كما راكم تشوفوا طبق شهي بسم الله ما شاء الله. كاين اللي يحب يطيبه باللحم، كاين اللي بالدجاج، كل واحد كيفاش يبغي يعني طريقة الطياب. لهنا كما راكم تشوفوا المقادير: عندي طماطيش، عندي فلفلة حارة، عندي حبة بصلة كبيرة، عندي شوية تاع الثوم، وعندي قطعة تاع اللحم، عندي حمص طايب لي نص طياب بعد ما نفخته طيبته نص طياب، وعندي طماطم مصبرة وليزي بيس. كما راكم تشوفوا لهنا خيرت اللحم القطع اللي تكون يعني ملحمة، خيرت الهبرة، وهذاك اللي بقى لي فيه شوية تاع العظم دسيته نطيب بيه حاجة واحدة أخرى. كما راكم تشوفوا لهنايا بعد ما خيرت الهبرة لهنا الخضر اللي نحتاجها: عندي 2 كرونة تاع الفلفل الحار، وعندي حبة بصلة كبيرة، حبة طماطيش، و3 فصوصا تاع الثوم. عندي الطماطم مصبرة والتوابل هي فلفل أسود، وعندي راس الحانوت، وعندي فلفل عكري اللي هو بابريكا، وعندي الملح. لهنا بغيت نوري لكم طريقة لا كونجيلاسيون تاع الطوماطيش، انا كيفاش نكونجليها. انا الطوماطيش تاع القوطي ما نخليهاش في القوط باسكو تخسر، نجيبها نحطها في ساشي دو كونجيلاسيون كيما راكم تشوفوا، نطراسيها هكا بيدي ونديرها في الكونجيلاتور. كي تجمد نعاود نخرجها ونحي هذوك المكعبات يتنحاو لي فاسيلمون، نديرهم في باطا وندسهم في الكونجيلاتور. كل ما نبغي نطيب نحي مكعب واحد نطيب به. هذه استيس باش تحافظوا على الطماطم المصبره نتاعكم. هيا وهنايا في طاجين بعد ما قطعت هذوك القطع تاع اللحم، قطعت قطع شويه كبار ملاح، جبت ملعقه نتاع السمن هيا والزيت، وقعدت نقلي في هذاك اللحم بشويه، يعني ندورو مره على مره على الجوانب تاعو. لهنا عندي حبه بصل كبيره لازم نرحيها، اللي عندها اشواغ تفوتها في الاشواغ، انا نفضل لهنا سكرفجها بالسكرفج كما راكم تشوفوا. عندي هادو الفصوصه تاع الثوم نرحيهم ثاني كما راكم تشوفوا هكذا، ومن بعد نضيفهم لهذا اللحم. هنا اللحم كنت ديجا لهيت نسكرفج في الاخر في البصل والثوم، نحرقت لي شويه هذيك الزيت، بصح عادي، بصح عادي جدا، يعني ما نحرق لي اللحم، ما والو، ما لصق لي ما والو. كما راكم تشوفوا راني نقلب فيه فاسيلمون، يعني بسهوله تامه، ودالي تحميره شابه. في هذه المرحله نضيف عليه الثوم، ونضيف عليه البصل اللي كنت ديجا سكرفشتو كما راكم تشاهدوا، ونعطيله تقليبه خفيفه ونخليه يطلق هذيك البنه تاعو، يعني يزيد يتنكه في بعضه بعض. كما نعرفوا اللحم يبغي البصل، وكل ما يتقلى مع البصل راح يطلق لنا واحد لوغو ما شاء الله. هيا خلوهم يزيدوا يتقلاو، ومن بعدها في هذه المرحله واش ندير؟ بعد ما رحيت هذيك الحبه تاع الطماطم نجي نضيفها لهذا اللحم. درت انا حبه طماطيش صغيره باسكو راني حنعاونها بالطماطم المصبره ونعاونها بالبابريكا. هنا ثاني زدت مع هذاك الحمص باش يكمل لي طيابو. كما قلت لكم سابقا انا الحمص دائما نطيبوه نص طياب، والنص الزاوج نبغيه في الطياب، يعني نبغيه يتنكه لي في المرقه تاعي. هنا نعطي لهم تقليبه خفيفه ونخليهم يتقلاو ويكملوا لي طيابهم. ومن بعد واش ندير؟ بعد ما اتقلاو لي نجي نطلع عليهم، نزيد لهم لي بيس مع الطماطم المصبره. راني كتبت لكم هنا نعاودهم: فلفل اسود، راس الحانوت، بابريكا، وطوماطيش كونسونطري. هذيك الطماطم المصبره نسيو نحرحرها في الجوانب، ولا جيبوا يعني شويه نتاع الماء سخون تحرحروها فيه، يعني حلوها فيه، وبعد فيها للتقليه تاعها. كما راكم شفتوا نسيو نخلطوا عليها مليح. بعد ما يتقلاو في المرحله تاع كي نحسوا باللحم بلي سي بون بدا يدخلوا الطياب يعني مليح مليح، نزيد الملح. كما نعرفوا الملح يخلي صوالح يقرصوا، ما يخليهمش يطيبوا الا درتيه في البدايه. التوابل كذلك الا درتيهم في البدايه راحين ينحونا البنه تاع الدجاج ولا اللحم. دائما نعطيكم تدبيره انه كي قلي البصل وحده مع الدجاج، ولا قلي البصل وحده مع اللحم، كي يطلقوا بنتهم زيدي لي زيبيس، ومن بعد زيدي الملح تاعك في نص الطياب وكملي. هنايا نرجعوا للتريده تاعنا والتقليه تاعي راهي طيب. لهنا التريده هذه عفوا ماشي تريده، شخشوخه الظفر. نجيبها وندير فيها 2 ملاعق نتاع الزيت، هيا ونبقى نشمخ فيها بالزيت ونحلها بيديا مليح مليح باش طيب لي على حبه، ما تجينيش معجنه،
هذه هي لاستيوس للمبتدئات اللي ما يعرفوش. يقول لك سوا تريده تتعجن لنا، سوا شخشوخه تظفر تتعجن. هذه هي لاستيوس، حلوها مليح مليح بالزيت بين يديكم، يعني كيما راهي هذيك القطع يقبضها الزيت، يعني بيناتهم يدخل هذاك الزيت. ومن بعد نديروها تفور تفويره الاولى. بعد ما تفور لي التفويره الاولى نرجع ليها ونكمل طياب. برك لهنايا نعطيكم تدابير انه شخشوخه تظفر انايا على حسب طريقتي، وكل واحد كيفاش يطيبها. انا نديرها تفويره الاولى عاديه، كي نحيها من التفويره الاولى نروح نحلها يعني بالمرق كما راكم تشوفوا هنايا في المرحله. درت 2 قرون حار وغلقت عليها وخليته. هنا نكمل لكم واش كنت نفهم فيكم، انه بعد ما نحيت الكسكاس تاعي وكان فارلي، نجي كما راكم تشاهدوا نجيب قيس نص كاسرونه ولا في كاس ولا تاع مرق، نصفيه في الصفايه. ما نجيبوش بيه بالبصل تاعو وهذوك الزوائد، نصفيه في الصفايه، يعني يهبط لي غير المرق صافي. نجي يعني نحل به هذه الشخشوخه كما راكم تشوفوا، نشمخوا بها مليح. هنا نبقى نحل فيه بشويه، نقلب فيه بالمغرف، ومن بعد نغطي عليه ونخليه يشرب. بعد ما يشرب لي نعاود نرجعوا للتفويره الزاوده كما راكم تشاهدوا. ندير كاع الكميه في الكسكاس. بعد ما فارت لي ثاني المقاطع لهنا تكوباولي، اني جبت حطيتها في الكاسه، درت عليها ملعقه تاع السمن كبيره، ملعقه كبيره تاع السمن هكا كما كشتوني نحل فيها مليح مليح. ومن بعد ثاني عاودت للمره الثانيه زدت المرق شمختو بها هذيك شخشوخه الظفر، ومن بعد غطيته بجيه، درته في صحن التقديم ورجعت لهذاك المرق تاعي وبديت نديكوري في صحن التقديم كما راكم تشاهدوا. طاب اللحم زبده ما شاء الله، شوفوا اللون كي شباب. هذيك شخشوخه جات مش مخله الله واحد البنه ما نحكي لكمش. وكي درت المرقه محرحره لازم تشرب بكاس اللبن. الله الله كيما الصفيطي كي يجي حار نعاونوه باللبن باش نطفوا هذيك الحراره. وشخشوخه تصفر ولا تريده ولا ثاني كي طيبوها محرحره لازم لها اللبن كان مرافق ليها. هنايا ديك المرقه ثاني درتها في صحن باه اللي يبغي زعما يزيد يشمخ هذيك الشخشوخه زيدوا سقوها. ونقول لكم ما تنساونيش بالدعم تاعكم، بارطاج، الجيم ولي كومونتير تاعكم اللي يحفزوني. نتلاقاو في وصفه اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.